إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم. الحلقة الثانية من سلسلة إزاي نحفظ القرآن الكريم. أول حلقة اللي فاتت حطينا قاعدتين مهمين جدا اتكلمنا فيهم عن القناعات وإن هي حاجة مش مظبوطة وإن احنا نقدر نحفظ في سن كبير عادي، واتكلمنا عن استحضار النية. استحضرت النية بقى؟ طيب تعالى نقول بسم الله ونبدأ الحلقة الثانية. النهارده المفروض ان احنا نكمل باقي القواعد بتاعه السلسله، ولكن انا حابه اخدك بقى معايا الجيرني واحده واحده، والقواعد دي هتظهر معانا في الطريق عشان لما تيجي في وقتها نقف عندها واقول لك عينها عندك عشان دي هتفرق معاك ازاي. طيب هو بدايه الموضوع معايا بدا ان انا مش قصدي خالص احفظ قران او ان انا ادرس مواد شرعيه اصلا، ولكن ربنا قدر لي حاجه زي كده لان قدام شويه لما درست هيلث كوتشنج فهمت ان في صوت داخلي بيكون جوانا. الصوت الداخلي ده لما بيكون حاضر كده والضمير زي ما بيقولوا موجود، لو انا كنت رحاب لما بشوف حد بيسمع قرآن ببقى مبسوطه جدا بيه، بقول يا من جوايا ما كنتش حتى بتلفظ بيها، انا نفسي اكون كده في يوم من الايام. او حد مثلا بيتكلم في ذكر الله، عندي مثلا حد قريب مني الاقيها دايما بتضرب ايات قرآنيه وتضرب امثال بحديث شريفه يا انا نفسي اوصل للمرحله دي. فلقيت ان انا اصلا كان جوايا الصوت ده بشكل قوي جدا، بس عمري ما اتكلمت مع اي بني ادم ولا عمري دورت على الطريق ولا عمري يعني اوصل في الطريق ده ازاي. ما فكان عندي القناعه ان انا صعب ان انا احفظ، فكنت بحفظ بنتي ودايما كنت بقول لها عايزاكي تختمي القران، وهي الحمد لله مكمله وانا معاها لحد ما تختم القران. فكنت انا مركزه بس ان انا احفظ بنتي عشان الصوت اللي جوايا ده وكأن ان انا بنيمه يعني او بربيه عن طريق بنتي. فلحد ما ربنا قدر ان انا عشان بدرس ماجستير انا كنت بدور على ان انا ادرس تغذيه علاجيه اكاديميك مش حاجه مهنيه. الماجستير والدكتوراه بالفلوس كتير جدا، بس انا عايزه ادرس حاجه اكاديميه يعني تبقى حاجه معتمده حاجه محترمه. فجامعه الازهر الحاجه الوحيده، طبعا كله عارف الستوري عشان ما اخش في تفاصيل، المهم من ضمن الرولز بتاعته ان انا ادرس مواد شرعيه. فاذا الموضوع بدا معايا مش بمزاجي، هي جايه دراسه. طيب زي الفل، جه بقى ان انا هحفظ القران الكريم. وطبعا كنا بنحفظ الجزء ده. الناس بقى تقول تبارك كنت بتهزري كلام فاضي اخر جزئين انت ايه ده، كنا حافظينه واحنا صغيرين. بصوا مبدئيا لو انت بتتفه من القدر او من المجهود اللي واحد ما كانش بيحفظ خالص وما عندوش اي درايه تماما بالحته دي ولا يفهم يعني ايه تجويد ولا بيعرف يقرا وقراءته كلها غلط وعنده مشاكل كبيره جدا في اللغويات عنده، فانت من فضلك ما تتفهش من المجهود. لان ممكن انت تكون قاعد بالنسبه لك ده حاجه عاديه، بس بالنسبه لواحد مبتدئ لا، حاجه مش عاديه، حاجه صعبه جدا. واحد ما كانش بيحفظ قران وحتى لما كان بيقرا قران اكتشف ان هو بيقراه غلط ولا بيتدبر معانيه. يعني زي ما احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت، هو ربنا ما امرناش نحفظ قران، ولكن التدبر المعاني هو امرنا بده، بس احنا ما بنعملش ده. ما بالك بقى احنا لو عملنا الاثنين، احنا بنتدبر المعاني وبنحفظ القران، فاعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى هيكون راضي عننا تماما وهنكون في مرتبه احنا نفسنا فيها. فطبعا كانت اول سوره هي سوره تبارك. تمام، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. انا وانا بحفظ سوره تبارك، طبعا انا قبل ما ابدا احفظ، ودي القاعده اللي احنا هنقف عندها، ان لازم يبقى في حد معاك في الرحله دي يعلمك ازاي تقرا وانت تسمع له ويصحح لك. فانا ساعتها معنا المحفظه اللي هي بتحفظنا، بنخش معاها اونلاين بتقرا لنا السوره وبعد كده احنا بنقرا وراها. فكان عندي ميعاد بعديها باسبوع ان انا المفروض الصفحه اللي هي قراتها لنا ان انا عماله بحفظ فيها على مدار اسبوع وهروح اسمعها لها. فكل يوم عماله بحفظ، كل يوم عماله بحفظ، وبصحى الصبح الفجر وساعه او ساعتين، كنت بساعتين 3 كمان عشان احفظ في السوره، وتاني يوم اقعد اعيد عليها، وتالت يوم مده اسبوع. فجيت دوري وانا المفروض ان انا اونلاين ان انا اسمع بقى الصفحه. فطبعا انا بقى مغمضه عيني وان انا هسمع وانا بقالي اسبوع بحفظ في الصفحه، وبنتي كانت قاعده جنبي. اذ فجاه بنتي قاعده جنبي، خلي بالكم، اذ فجاه كده مش عارفه اسمع، يعني انا حافظه بقالي اسبوع لا. فقمت فاتحه المصحف كان قدامي، وبدل ما كنت مغمضه عيني قمت فاتحه المصحف وبقرا من المصحف وبنتي جنبي.
فانا عايزه اقول لكم بعد ما خلصت القراءه اللي انا قراتها، انا خرجت من الاونلاين وقعدت اعيط عياط هستيري، حرفيا عياط هستيري. انا ما كنتش قادره من كتر العياط. بعيط عشان حاجتين، اول حاجه او كذا حاجه يعني. اول حاجه انا قدام نفسي زعلانه منها قوي جدا، بنتي قاعده قدامي فكده بالنسبه لها انا بغش. رقم 3 المعلمه اللي كانت معايا كده انا غشيتها. فاللي هو كان عندي ساعتها شويه مشاعر كتير خلوني عماله اعيط. بنتي طبعا يا ماما ما تزعليش ومعلش دي اول مره ومش عارف ايه ومش حرام ولا حاجه، وربنا اكيد مقدر تعبك ومقدر. فعجبني الموقف بتاعها ان هي ما كانش رد فعلها اللي هو انت ازاي كده، انت مش المفروض. لا الحمد لله ما كانش الاتاك اللي هو لا، حست بيا قوي لان انا بقالي اسبوع عامله ايفورت رهيب وفي الاخر مش عارفه احفظ، مش عارفه اسمع سوري. فانا بالنسبه لي كرحاب عارفين هو الشيطان دخل بقى المدخل بتاعه. لو انت كل يوم بتحفظي، كل الشيطان ده يعني الشوشو ده رهيب يعني، لازم نسيطر على الشوشو يا جماعه. كل يوم بتحفظي وتيجي في الاخر ما سمعتيش ومش عارف ايه، وبتضيعي في وقته وبتسيبي مش عارف شغلك وبتسيبي مذاكرتك وبتسيبي كذا وبتسيبي كذا. فوقفت شويه في مرحله يأس واحباط. طب حلو قوي، فانا لازم بقى اي حد يساعدني في الرحله دي. بعد ما الشوشو سيطر وقفت تاني وقررت ان انا لازم يبقى في حد معايا. طيب مين الحد ده؟ قلت اكيد المعلمه اللي هي بتحفظ بنتي. طب بس هي موعدها مش هتناسب مواعيدي، هي بتدي مواعيد لجانا بالليل وانا من الناس اللي بتنام بدري وبتصحى بدري، وهي طبعا بتدي دروس كتيره وعندها ناس كتيره. طب ماشي اوكي خلاص ده اللي موجود. فبدات ان انا اكلمها وهتخش معايا مرتين في الاسبوع. وبعد ما قفلت معاها واتفقت معاها يجي لي مكالمه. والله خلي بالكم السلسله دي صادقه جدا، انا بحكي لكم ستوري بتحصل حقيقي ده اللي حاصل يعني، ده حاصل ودي رسائل ربنا ساعتها هو اللي بيبقى مقدر للبني ادم واحنا سبحان الله. بعد ما قفلت معاها يجي لي مكالمه من مرات عمي مرات عمي ابله سعيد. طبعا يعني اتمنى هبعت لها اكيد الفيديو يعني، لان دي الست اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها لي يعني. مش عايزين بقى، انتم مش متخيلين اصلا في ميزان حسناتها عامل ازاي لان هي بتحفظ قران. فالمهم لقيتها بتكلمني في التليفون عادي خالص ان هي بتطمن عليا. فقمت انا بقى لا قلت لها سبحان الله انت بتتصلي كده بيا صدفه؟ ده انا حالا كنت حصل كذا 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 وكنت لسه قافله مع ابله منى كذا وبقول لها كذا 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 كذا. قالت طب ايه رايك ندخل يعني حصه بعد الفجر؟ تمام، ونبدا نشوف ممكن نظبطها ازاي، وانا ابقى معاكي كل اسبوع بس انا يعني بيبقى عندي مواعيد وكده، فنظبط مع بعض كل اسبوع مثلا بعد الفجر ان احنا يعني تديني ورد او جزء معين وارجع ان انا ايه احفظه واسمعه واجي لها تاني ونمشي بالطريقه دي. طبعا انا بالنسبه لي كان موضوع يعني اولا انا يعني لو قعدت اشكرك يا ابله سعيد من هنا لحد اخر يوم في عمري، طبعا انت يعني ميزان حسناتك كبير جدا، خيركم من تعلم القران وعلمه. وفعلا سبحان الله يا رب يعني اكون يعني ممكن يكون الجيرني اللي انا ماشيه فيها دي اكون سبب برضو ان حد يتعلم القران. ربنا يجعلنا كلنا سبب ان احنا بنساعد بعض يا جماعه في الخير. المهم طبعا انا فرحت جدا بالقصه دي لان يعني الميعاد هيبقى مناسب بالنسبه لي، بلس قصه ان هي تبعت لي بقى واتساب فويس وانا اقعد اسمع وابقى معاها. طبعا هو مش احسن حاجه بس بالنسبه لي انا كرحاب هيبقى حاجه بتساعدني في الرحله، خاصه انا بيبقى عندي حاجات كتيره جدا في يومي، فمش عنديش من الوقت ان انا اروح لحد معلمه واشوفها صوت وصوره. طبعا لما حد يبقى انت بتشوف مخارج الالفاظ وهو بيقوله قدامك تبقى انت معاه هيساعدك كتير جدا. ودي القاعده اللي احنا هنقف عندها في حلقه النهارده وهنكتفي بيها، ان لازم يكون شخص موجود معاك في الرحله دي يساعدك، يكون فاهم كويس قوي ومتعلم كويس قوي تجويد عشان يخليك تقرا صح ويراجع لك ويصحح لك. وبدانا ندخل مع بعض وبدانا تديني جزء وانا اقرا، وطبعا قراءه كلها خطا تماما. يعني انا لما افتكر اول مره قرات بيها اصلا كل الالفاظ غلط، كل مخارج الالفاظ غلط. يعني انا مش فاكره ان حرف واحد كنت بطلعه صح. يعني هو احنا يا جماعه اللغه العربيه حتى عندها مضروبه بالنار ولا حتى العربي يعني كل غلط، كل مخارج بطلع القاف مش عارفه منين، واطلع السين تبقى شين والصاد تبقى ايه ده، كله غلط. وطبعا هي كانت دايما تقولي كده انت ليكي اجرين، يعني انت عارفه اللي ربنا اللي بتعتع اللي ربنا قالها كتير انه ليه اجرين، انت بتجاهدي وبتحاولي وبتحفظي، فلو انت مش بتستسهلي الحاجه فانت بتؤجري مرتين.
فطبعا كان معاناه كبيره جدا، والشيطان دايما لازم يدخل، ودايما شوشو لازم يسيطر ومش عارف ايه، وعيط في السكه والاقي الموضوع صعب جدا، وارجع ابعت لها الفويس. يعني كنا شغالين بقى واتساب، انا ابعت لها فويس بصوتي، هي ترجع تصحح لي الاخطاء، انا ارجع اسمع تاني واكتب وراها التجويد عامل ايه. لو حد بيسأل دلوقتي هو لازم احفظ بالتجويد، هو بيفرق كتير جدا 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 لتدبرك للمعاني، ومخارج الالفاظ بتفرق عن ان انت بتقرا قراءه عاديه. ومع ذلك انا مش بيرفكت في التجويد دلوقتي طبعا، انا عندي كميه اخطاء عادي جدا، ولكن العلم اللي انا اتعلمته شويه في التجويد معاها فرق كتير جدا معايا. وبدات ان انا ابعت لها فويس تسمعه وترجع تصحح لي تاني، وابدا ان انا ابعت لها فويس تسمعه وهكذا، وانا ارجع ابعت تاني واغلط تاني، وارجع ابعت تاني واغلط تاني. فالحته دي بقى اللي احنا هنقف عندها ونكمل الحلقه الجايه، ان القاعده اللي لازم تبقى انت واخد بالك منها لو انت عايز تمشي في الجيرني دي، لازم يبقى معاك حد متخصص فاهم كويس قوي، هو عارف تجويد كويس جدا، ويساعدك في رحلتك دي، ان هو يحفظك ويسمع زي الشيخ بتاع الكتاب لو انتوا فاكرين واحنا اطفال، كنا هو يسمع لنا ويقرأنا ونقرأ وراه وبصوت عالي والكلام ده كله. ما ينفعش تمشيها لوحدك، او ان انت تسمع قرآن مثلا من على النت او برنامج او منزل شيخ الحصري او اي حد انت بتسمعه وتبدأ تقول وراه وتحفظ وراه، ده مش هيكون كافي تماما. تمام. الحلقه الجايه بقى نبدا نكمل كلامنا، ودايما بقول بقى في اخر الحلقه اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما